عسلامة، شحوالكم؟ ان شاء الله ربي تكونوا بخير. رجعت لكم في فيديو جديد ووصفة جديدة كيف العادة. اليوم باش نعملوا مع بعضنا احلو العيد، باش نبداو بغرايبة الحمص بمقادير سهلة ومضبوطة. طريقة اي حد يجربها. نأكد له اللي باش تنجح معاه الطريقة. ما نطولش عليكم، تابعوني في الفيديو حتى الاخر. بالطبيعة إذا كان أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. أول حاجة باش نبدأ بها هي إني نذوب الزبدة. خذيت مقدار 300 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة باش نذوبهم. ما بين حضرت بقية مقادير الغريبة. ثاني خطوة لهنا خذيت الحمص مرحي. هذا الرطل الاول. خذيت طبق الفور فرشته بالبابي كويسون وباش نحط فيه كيلو الحمص. خذيت الرطل الاول والرطل الثاني وباش نحطهم في الفور لمدة 5 دقائق نطيبهم. 5 دقائق من باو ديما تتفقدهم. فما اذا كان الحمص نتاعك طيب، سينو تنجم تعمل الخطوة هذه راهي باش تفرق معك برشا، خاصة من بعد الحمص يسيب المطعم نتاعو بالكدا. وردوا بالكم لهنا تحرقوه 5 دقائق درجة حرارة 120 درجة ولا 140 درجة انتي وقوة الفور متاعك. من بعد اخذت الميزان متاعي وباش نبدأ نوزن. اول حاجة باش نوزن الزبدة من بعد ما ذوبتها، شوفها قداش كنحي منها الحليب قداش مش تبقالي. لهنا من بعد ما ذوبتها نحيت منها الحليب. تقريبا اعطتني 250 مليلتر والا اكثر شويه. وبقيت الكونتيتي باش نعملها زيت زيتونه. خذيت 250 مليلتر من زيت زيتونه. لهنا تنجم تكتفي تعمل زيت زيتونه اكا هاو. والا تعمل 200 جرام زبده تذوبها والبقيه نتاع 500 مليلتر زيت زيتونه، والا كيف ما تحب انت باي طريقه. هذوما المقادير اوليه. خاطر من بعد كعجنت زدت اكثر زيت زيتونه. اول حاجه لهنا من بعد ما خرجت الحمص وخليته يبرد مليح مليح. لهنا عندي مقدار 400 جرام من السكر محور، عليهم 500 جرام من الفارينه. ومن بعد عندي مقدار 200 جرام من شاي. على الكيلو الحمص عندنا 500 جرام فارينة، 500 مليلتر من زيت زيتونة والا تخلطها بالزبدة، 400 جرام سكر محور و200 جرام من شاي. هذوما المقادير مضبوطين. ما فيهمش حتى خلل. هذه باش تجيك الحلوة متاعها باهية ومريقلة وسكرها مريقل وكل شيء. والنشاء علاش نشيل هنا؟ باش يعاوننا ان تلمنا العجينة وباش ما تتفترش الناش الغريبة من بعد. هذه الحمص باش خليه يبرد كومبليتمون. ومن بعد باش نبدأ نحرك بشوية بشوية. ونحضر العجينة متاعي. اول حاجة باش ناخو معون. يبدا كبير شويه. غارقه شويه شقاله باش نجم نحرك فيها المكونات الكل مع بعضهم. حطيت كونتيتي الزبده الكل، ومن بعد باش نزيدها كميه السكر محور. بنغربلها. علاش هنا بديت بالزبده والسكر محور؟ باش يعطيني التكستير تبدا الغريبه نتاعي رطبه والسكر يتوزع بالتساوي في الغريبه الكل. باش ناخذ مغرفه ونبدا نغربل هنا. راهو لازمها شويه وسع بيل على خاطرنا باش نغربلو المكونات الكل. مع المقادير هذوما ما تخافوش باش تجيكم حاجه بنينه وميم طون التكستير نتاعها رطبه وما تتفترش. حاجه بالحق بنينه. ننصحكم بالحق تجربوها وتفكروني. كما قلت لكم هنا شويه وسع بيل وباش نبدا نغربل المكونات الكل مع بعضها. باش نوريكم كيفاش باش نزيد الزيت. تبدا بشوي. رد بالكم غير يغركم الزيت خاطر ديجا الحمص من بعد باش تقر زيتها هي تنجم تبيتها والا لا. بشويه بشويه ونتبع. لهنا قلت لكم لازمها نعاود لكم مره اخرى لازمها وشويه وسع بال. كما تشوفوا اذا كان فما حاجه مكعبره ولا حاجه هاكا كي نغربلوها باش تعطينا حاجات رطبه ما تطلعناش فيها الكعابر.
دونك بعد ما غربلت كونتيتي السكر محاول الكل، زدت كمية الزيت زيتونة الكل زدتها، ولهنا من بعد باش نغربل كيف العادة نشيل الكل. دونك باش نغربلو حتى لين توفى الكونتيتي الكل. ولهنا كملت غربلت دونك كمية الفارينة الكل. دونك كيما تشوفوا باش ناخو مغرفة ولا تنجم تلبس قاع ولا بيدك كيما تحب. المهم مانيش باش نزيد لهنا حتى شيء، لا زيت لا حتى شيء. دونك ونبدا نتبع باش نشوف التكستير نتاعها كيفاش. نبدا بشوي بشوي، دونك لهنا شويه وساعه بال ونبدا نتبع. دونك كما قلت لكم لين تتخلط بكلها مع بعضها ونشوف التكستير في الاخر كيفاش. دونك لهنا مازلت ما غربلتش الحمص، لهنا غربلتها. دونك بديت نخلط فيها وحدها الحمص، ما باش نزيدو اخر حاجه. حبيت نخلط الكونتيتي الكل. دونك ولهنا باش نبدا نضيف في كميه الحمص الكل بشويه بشويه، وبالطبيعه باش نغربل الحمص زاده. دونك كما تشوفوا بشويه بشويه. دونك لهنا من بعد ما كملت غربلت كمية الحمص الكل. دونك وزدت بشوية بشوية، بديت نبسس فيها ونزيد في الزيت. دونك انتي وكونتيتي الفارينة اللي حطيتها وانتي ونوع الفارينة. دونك زدت برشا برشا، ما ثبتش قديش، ما زادت كونتيتي باهية برشا من الزيت. دونك ما همش المقادير اللي قلت لكم عليهم من الاول. دونك باش نبدا بشويه بشويه نعجنها بيدي كما تشوفوا، ونتبعها بالسياسه، نوسع بالي. دونك ونثبتها بيدي كما تشوفوا. كي تحط صبع كيفاش تبدا التكستير نتاعها ما شاء الله، ومازالت راهي مش تقر زيتها. دونك لهنا بالطريف كما قلت لكم، ونبدا بشويه بشويه نعمل كعبوره ونعجنها ومن بعد نثبتها. دونك ونحطها ترتاح. دونك لهنا تنجم تخليها ترتاح، لهنا تقريبا خليتها مدة نصف ساعة ولا أقل. دونك اي فوالا هذه الغريبة متاعنا. دونك لهنا باش نتعديو للحلين متاعها. سهلة بالحق، طريقة شوية وسع بالك، هو ما فيها حتى شيء. وتوا نجيو للصندي. دونك لهنا باش نبدا نحلها. في بالي من الاول الحقيقة في بالي باش نعملها صوابع. دونك كي جيت نحل فيها كيما تشوفوا، دونك حسيتها من بعد تفترشت لي، ما طوعتنيش بالكدا. بالرغم قلت لكم اللي عملت فيها نشي كونتيتي باهيه، يعني 200 غرام نورمالمون تجيني مكبوسه ومريقله اكثر من هكا. دونك مش مشكل. لهنا وليت بطلت. دونك باش نفرشها باش نحلها عاديه. عندي القويل بذوكا نتاع ماما وشهوتها هي قالت لي اعمل بالقويل بذوكا. دونك باش نحل بيهم وباش نوريكم الشكل كيفاش. دونك بشويه بشويه نبدا نحل ونتبع. ملول عوال عملتها اول كعبات جويدين بالكل، من بعد دونك عملتهم اخشن شويه. دونك لهنا عندك حريه الاختيار، لكن راهي في البنه جيت بالحق بنه 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 نودكم وما نشهيكم. دونك بشويه كما تشوفوا نبدا نحل بيدي ونستويها، نحاول نستويها من الجنب الكل ومن الوسط تبدا كيف كيف، باش الكعبات الكل نتاع الغرابه يجوني نفس السمك. دونك وهنا بديت بسم الله. دونك بديت كما تشوفوا نحط القالب على عجين ونحاول نخرج الكعبات وما ننزلش برشا باش تجيني الكعبه مستويه من الجناب. دونك كما تشوفوا هكاك بشوي بشوي لين كملت الكونتيتي الكل. وكما قلت لكم في المره الثانيه عملتها اخشن، خاطر حسيت ان المره الاولى عملتها جويده بالكل. دونك هذه حطيت الكعيبات في الطبق باش نحطهم في الفور. خذيت لي برشا وقت، يمكن ساعه غير ربع، على درجه حراره 140 درجه. وديما نقول انت والفور نتاعك. وبقيت الكعبات دونك عملتهم في الكوشه. هذه غريبه زمنيه على وصولها. تتفكروا قبلك الطبقات والحلو وليله العيد. دونك بحذينا الكوشه قريبه، وليت مشيت جبت من عندها زوز طبقات نظفتهم الكل وحزيت طيبت فيها الغريبه نتاعنا. دونك الكعبات الوحيدين اللي طيبتهم في الفور متاع الدار هما الكعبات هذوما. طبيق هذا باش نجرب جيست على السكر ونذوق الكل. دونك اي فوالا. دونك لاستيوس بنينه على الاخر، ننصحكم تتبعوها.
وكيف العادة بقيت نحل في الغرايبة متاعنا، دونك ونشكلها بالقوالب هكاكا لين كملتها. دونك كيما تشوفوا لهنا بشوية بشوية عملت بقداش من شكل. دونك نجم تختار اي حاجة تعمل بها، اذا كان عندك قالب، سينو اذا كان عندك طبق تعمل عليه الغرايبة، والا دونك سويبة، والا اي حاجة متوفرة عندك انت وما تحب. دونك سهلة برشا، من با يمكن تحضيرها بعجنينها بكل خذت معايا ساعتين، مش برشا وقت. دونك اي فوالا، كما قلت لكم ريسيت بنينة برشا، ننصحكم تجربوها. فوالا هذه الغرايبة متاعنا حضرت وبعد ما بردت كومبليتمون. دونك حبيت نقول لهنا اللي تنجم تكون فكرة مشروع دونك مربح من الدار متاعك، تنجم تخدم خاصة للنساء اللي في الدار وعندها صغار تقرا وما عندهاش وقت انها باش تخرج لبرا وتخدم، تنجم تخدم من دارك حاجة ديالي ونظيفة وبنينة وتنجح. نتصور برشا ناس يعني عندها فكرة على المشروع هذا متاع الحلويات. دونك اي فوالا.